السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا اتفقنا اننا اخترنا رمضان عشان يكون بداية لبرنامج نقطة تحول اللي بتمنى ان شاء الله ان هو يبقى بداية تغيير لينا كلنا في رمضان، نحقق فيه هدفنا ونحقق فيه كل اللي نتمناه. ليه اخترت رمضان؟ اخترت رمضان لانه رمضان مش بس صيام، رمضان هو بداية حقيقية عشان نبني فيها علاقة قوية بيننا وبين ربنا. ربنا بيهدينا رمضان من السنة للسنة، بتبقى هدية كبيرة ليه عشان خاطر نبني علاقة قوية جامدة معاه. رمضان بيهديهولنا ربنا عشان نمحي بيه ذنوب سنة فاتت ونستعد لسنة جاية. رمضان عشان نشيل الران اللي اتكون على قلوبنا من السنة اللي فاتت. رمضان عشان ننفض التراب اللي اتراكم على أجسامنا من سنة. لازم في رمضان نحيا بروحانياته، نستشعر عظمة ربنا، نستشعر قربه لينا، نستشعر رحمته وتجليه لينا في ليلة القدر. في رمضان لازم استشعر قربي من ربنا، والقرب ده هو السعادة الحقيقية اللي احنا بنتكلم عنها. اسمحولي اقول لكم، هل انتوا سعداء؟ سؤال ممكن كل واحد فينا يسأله لنفسه. هل انت سعيد؟ هل انت حققتي اللي تتمنيه؟ هل انت حاسة ان انت عايشة السعادة اللي انت شايفاها واللي انت كنت بتتمنيها؟ هي دي السعادة؟ انتوا سعداء؟ سؤال بيطرح نفسه في معظم الأحيان. اسمحوا لي اقول لكم مفاجأة. يمكن المفاجأة دي هي ان احصائيات اتعملت عن نسبة الناس السعداء او السعداء اللي موجودين. الاحصائية بتقول وجدوا ان نسبة الناس السعيدة بجد سعيدة لا تتجاوز 3%. لكم ان تتخيلوا ان الناس اللي عايشة سعيدة بجد وحاسة ان هي دي السعادة اللي هي بتتمناها هم بس 3%، ودي احصائية. طيب تعالوا نعرف بقى ايه هي السعادة. انت السعادة بتاعتك في ايه؟ السعادة دي بتجيبها منين؟ ايه هي السعادة بالنسبة لك؟ معنى السعادة بالنسبة لك ايه؟ في ناس بتشوف ان السعادة في الفلوس الكتير، وناس تانية بتشوف ان السعادة في البيت الكبير. واحدة تانية بتقول ان السعادة بالنسبة لها هو الرزق بالأطفال. واحد تاني بيقول السعادة هو ان هو ينجح في الثانوية العامة ويجيب تقدير او مجموع 97-98%. السعادة كتير. واحد شايف ان السعادة ان يبقى عنده شركة وتبقى مالتي ناشونال. طيب تخيلوا معايا بقى ان كتير من الناس اللي فعلا ناجحين، هما ناجحين وفعلا حققوا معظم اهدافهم، لكن بتلاقيهم مش سعداء. ناس كتير بتلاقي ان هما حققوا كل الاهداف اللي هما عايزينها، شركات، جابت فيلا، جابوا عربية، ربنا رزقهم باولاد، لكن في الاخر بجد مش سعداء. ليه؟ لانهم للأسف ما وصلوش لدرجة الاتزان النفسي عشان يبقوا سعداء. كتير منهم بتصل بيهم الحال للانتحار او يدخلوا بعد كده في مود الاكتئاب. طيب ليه؟ الاتزان النفسي شيء مهم جدا في الحياة معانا. الاتزان النفسي هو اللي هيوصل بيك للراحة النفسية، اللي هتوصل بيك للسعادة الحقيقية اللي احنا كلنا بنتمناها. خلينا نتفق على حاجة، احنا عبارة عن روح، عقل وروح وجسد. لو ما حصلش توازن ما بين الثلاثة دول مش هيحصل الاتزان النفسي. يعني ايه؟ يعني انا هنا لما اتكلم على ان انا هغذي العقل وغذي الجسد وانسى الروح تماما، هبص الاقي في عدم توازن بيحصل معايا، فمش هوصل للسعادة اللي انا عايزاها. غذاء الروح هي ان هي تسمو عند خالقها. غذاء الروح هي ان هي تبقى في قرب ربنا.
غذاء الروح بجد هي التوكل على الله. فعلا التوكل على الله حق توكله، هو ده غذاء الروح. يبقى أنا لما أغذي العقل وأغذي الروح وأغذي الجسد هيحصل نوع من أنواع التوازن اللي احنا بنتكلم عنه عندنا، فيحصل السعادة الحقيقية. سعادتنا هي في قربنا من ربنا، هي دي السعادة اللي نتكلم عنها. طيب احنا ناويين التغيير، صح ناويين ان احنا نبدأ تغيير. خلينا هنا نبين حاجتين، مصطلحين مهمين لازم نبقى فاهمينهم وفاهمين الفرق بينهم كويس قوي. في حاجة اسمها نية وفي حاجة اسمها تمني، وده في فرق كبير بينهم. خليني أبدأ بالتمني وبعدين أبدأ أخد النية. التمني هو قول الشيء ولكن ليس مقترن بعمل. وانت لما تقول مثلا واحد بيقولك ايه، يا سلام لما يبقى عندي شركة كبيرة، ده بيتمنى ان هو ما قامش واشتغل وبدأ فيها. يا سلام لما انجح في الثانوية العامة، يا سلام لما اجيب في الجامعة تقدير امتياز، يا سلام لما اكون ناجحة في حياتي، يا سلام. طيب انا بتمنى ان انا ابقى بكذا. عارف الشخص اللي بيتمنى ده، انت في الاول بتبص تلاقي له الناس اللي قدامه اللي بتبص له او قاعده معاه بتبقى عارفه متاكده ان الشخص ده شخص ضعيف. ليه؟ لان هو بيتمنى بس ما بيعملش اكتر من كده، شايفينه ضعيف، هما شايفينه ضعيف. طيب ده التمني، هو قول الشيء غير مقترن بالعمل. ايه هو النية؟ احنا قلنا الفرق ما بين النية والتمني. النية هو قول الشيء مقترنا بعمله، انما الاعمال بالنيات، صح؟ لما تقترن الشيء بعمله في الحالة دي اسمها نية. ليه؟ لان انت بدأت تاخد خطوات ليها. هنا الشخص اللي انت بتقف بتشوفه بتسمعه بيقول انا هعمل شركة وهتبقى الشركة دي مالتي ناشونال. واحد تاني طالب بيقولك انا هجيب في الثانوية العامة 97 او 98%. واحدة تالتة بتقولك انا هبقى ناجحة جدا. انا لما ببص للشخص ده بحس بثقة جامدة لانه هو واثق من جواه ان هو هيحقق ده، فبالتالي انا كمان هو بيعكس عليا الثقة دي، فبحس ان الشخص ده قوي جدا وواثق ان هو هيحقق ده. يبقى انا عرفت هنا الفرق ما بين النية والتمني. ويا رب كلنا نبقى نوينا من دلوقتي مش تمنينا ان احنا نتغير. طيب التمني او النية، خلينا اقول ان الآية القرآنية اللي بتقول فإذا عزمت فتوكل على الله، العزم هنا هو أخذ القرار، هو النية. فإذا عزمت فتوكل على الله، يبقى أنا عندي هنا العزم هو أخذ القرار. أنا قررت التغيير خلاص، يبقى أنا قررت إن أنا أتغير. وفي نفس الوقت هو النية اللي هي بتيجي معاها في النص ب أخذ الخطوات. طيب لما نيجي نتفق ان النية مقترنة بعمل، خليني امثل النية دي على ان هي بذرة انا بزرعها. خلاص النية هي بذرة انا بزرعها. البذرة بتبقى محتاجة ان انا ارويها. طيب عشان ارويها فانا لازم ارويها ب3 حاجات. انا عندي 3 حاجات بروي بيها النية. ال3 حاجات دي هي اولا كثرة التفكير الايجابي في اللي انت نويته. يعني ايه؟ واحد عايز يجيب مثلا 97%، من اول يوم في السنة الدراسية انا بجيب عينيا بتبقى محطوطة على طول عينيا على 97%. طيب واحد عايز يعمل شركة، اول ما نويت ان انا اعمل شركة انا طول وقتي في تفكيري هي الشركة اللي انا عايز اعملها وعايز شكلها يبقى ازاي وبتخيلها قدامي، ولازم التفكير ده يبقى من التفكير ايجابي. ما اجيش الاقي واحدة تقول ايه انا نفسي في فيلا او في بيت اكبر من ده، بس ما فيش، اصل معيش فلوس، اصل هجيب ازاي يعني، والله بص مش هينفع. واحد تاني بيقول انا عايز اعمل شركة. طيب وتبص تلاقيه بيعمل ايه او بيقول لنفسه ايه؟ تفكير سلبي، بيقول ايه؟ اصلي مش هقدر اعمل شركة لوحدي. طيب ما هو برضو انت مش هتقدر تعمل شركة لوحدك، لكن خد بالاسباب. اول حاجة هو كثرة التفكير الايجابي. تاني حاجة
هو اليقين. تاني حاجة هو اليقين ان هي هتتحقق، وده بقى انا محتاجة اقف عنده شوية، لانه ده كنز الكنوز انا بسميه، اللي هو اليقين. هقول الثلاث خطوات ونمسك اليقين بعدين. اول حاجة كثرة التفكير، اللي انا بروي بيها النية، كثرة التفكير الايجابي. تاني حاجة اليقين ان هي هتتحقق. تالت حاجة هي السعي بأبسط الاشياء اللي انا بمتلكها، السعي بأبسط الاشياء اللي انا بمتلكها. طيب خليني اقول اليقين انا من وجهة نظري بسميه كنز الكنوز. ده بالنسبة لي. يعني ايه كنز الكنوز؟ يعني انا لما بقعد ادعي ربي، بدعي وانا متأكدة ان ده هيتحقق. سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة. ده الرسول وهو لا ينطق عن الهوى لما يقول ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة. عارفين لما توصلوا لليقين الداخلي بان انت لما تدعي ربنا ده هيتحقق؟ قمة الاتصال بالله، قمة الاتصال بالله. يعني ايه؟ يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك سل تعطى، هو قالك كده سل تعطى، ده معناه ايه؟ معناه ان انا اسأل اللي انا عايزه اسأله، واطلب من ربنا اللي انا عايزه اطلبه، وانا متأكد وعلى يقين تام ان انا هأعطى ده. سل تعطى، ده شيء مهم جدا، ان انا اول ما احس ده، احس باتصالي الجامد بربنا، احس ان انا فعلا هاخد ده. طيب خلينا نقول عبادة بتتوه مننا شوية، هي عبادة اسم الله الوهاب. عبادة ان انا اطلب من ربنا وانا موقن بان هو هيديها لي، لان هو الوهاب. ربنا قال ايه؟ من يرد ثواب الدنيا نؤته منها. من يرد، والإرادة هنا ليست بالتمني، الإرادة هي النية بالقول والعمل. خلاص، هو قال من يرد ثواب الدنيا نؤته منها، نؤته منها. هنا قال كمان في حديث قدسي، وانا بحب الحديث ده جدا، انا عند ظن عبدي بي فظن بي يا عبدي ما شئت. فانت لما تبقى على يقين ان انت عايزه تغيري مثلا ان انت عصبيه، انت على يقين من ده وبتفكري فيه باستمرار بصوره ايجابيه، واليقين موجود قدامك في ان انت هتنهي وتاخدي بالاسباب ليها، يبقى انت هتعملي. انا عند ظن عبدي بي فظن بي يا عبدي ما شئت، فتحها لك، سابها لك مفتوحه، ظني بي ما شئتي. في رواية تانية أنا عند ظن عبدي بي فظن بي ما شئت، فإن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله فظن بي ما شئت. دي في رواية تانية. طب خليني أقول لكم أمثلة على اليقين، وقد إيه اليقين ده شيء من الحاجات اللي فعلا لازم نحيا بيها، لأن هو ده سر الوجود أو سر الحياة، هو اليقين بالله. تعالوا نشوف سيدنا سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان لما طلب من ربه ايه؟ سيدنا سليمان قال بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وقال له ايه؟ انك انت الوهاب. هو اداله، قال له اكد له انك انت الوهاب، انا يقيني بيك كبير، انت الوهاب، انت اللي اديتنا، قلت لنا كده، قلت لنا انا وهاب، فاطلبوا اللي انتوا عايزينه، ظن بي ما شئت، سل تعطى. خلاص، هو ربنا قال لنا كده. انا ليه هشك؟ انا اللي عليا ايه؟ اللي عليا ان انا افكر واحط عيني على الهدف الاساسي، وادعي وانا على يقين ان انا هاخده، حلو، واخد بالاسباب. هل انت عليك النتيجة بعد كده؟ انت مش عليك النتيجة. في موقفين اتنين لليقين انا بحب دايما اذكرهم، لان هم فعلا موقفين مؤثرين جدا. يقين سيدنا موسى لما كان فرعون من وراءه والبحر من امامه، يقينه اليقين الكامل لما خلاص باسباب البشر قال له قومه جنوده إنا لمدركون،
خلاص يعني بتفكير البشر بصفة بأساسي خلاص إنا لمدركون. سيدنا موسى قال إيه؟ أنا ما بحبش أقولها كلا إن معي ربي سيهدين، بحسها مش كده، حسيها كده، حسها كلا إن معي ربي سيهدين. هي كلمة قاطعة مفيش تاني منها، هو يقين كامل، هو صلة كاملة بالله. عارفين لما بيبقى فيه نور تمام، انا بقول هي تمام الاتصال بالله. كلا ان معي ربي سيهدين، ده يقين. وفي ساعتها ربنا على طول اوحى له وقال له اضرب البحر، اضرب بعصاك البحر. سبحان الله. ده موقف. الموقف التاني اللي انا دايما فعلا بيأثر فيا وبحبه هو موقف السيدة هاجر، لما سيدنا ابراهيم راح حط السيدة هاجر وابنها الرضيع في الصحراء. لك ان تتخيل انهي واحدة تقدر تستحمل كده؟ سابهم ومشي. قالت له السيدة هاجر ايه؟ قالت له الله امرك بذلك؟ فقال لها نعم. فقالت له اذا لن يضيعنا. خلاص هي كلمة اتقالت، الله امرك بذلك. سألته سؤال عشان تبقى على علم ويقين بده، قال لها نعم. قالت له اذا لن يضيعنا. يقين. يقين السيدة هاجر لما كانت في الصحراء وخدت بعد كده بالأسباب. أنا هنا بتكلم ليه في اليقين؟ لأن أنا فعلا لو دعيت ربنا إنه يحقق لي التغيير اللي أنا طالباه أو يساعدني في تحقيق هدف وأنا مش على يقين كامل إن أنا هحقق ده وإن أنا هاخده، هيبقى فيه هنا عقبة. ممكن الدعاء بتاعك فعلا يستجاب، وممكن إن انتي فعلا يستجاب لك إن انتي، لكن ممكن ما تاخديهاش دلوقتي في الدنيا. ليه؟ لان انت ما عندكيش استعداد تستقبلي ده، انت في جواكي شك ان ممكن ده يتحقق، وده مش صح، وده مش صح. قمة الاتصال بربنا هو اليقين بيه. جربوها وصدقوني صدقوني هو كنز الكنوز، كنز الكنوز. طيب الخطوة الثالثة هي السعي بأبسط الأشياء. دي كانت الخطوة الثالثة في ان احنا نروي النية بتاعتنا. السعي بأبسط الأشياء، أنا لما أقول إن النية بذرة، أنا نويت فأنا فكرت فيه بشكل إيجابي كتير. تاني حاجة أنا دعيت وكنت على يقين بده. تالت حاجة أنا سعيت بيه بأبسط الأشياء اللي أنا امتلكت. بأبسط الأشياء، أنا ما طلبتش منك إن أنت تروح تجيب كل حاجة مش ما أنت مش مالكها في إيدك، لا، أبسط الأشياء اللي أنت معاك. هنا إحنا حققنا التوكل الكامل على الله. انا هنا حققت توكل كامل على الله. خليني اقول لكم ان السعي بابسط الاشياء هنا لما سيدنا محمد ربنا قال له وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. يعني ايه؟ يعني هو عمل اللي عليه، هو خد بالاسباب، خد حفنة التراب ورماها، لكن هو في الاخر وما رميت اذ رميت. هو انت بتعمل مجهود، لكن الاساس هو ربنا اللي بيسر لك الامور، هو ربنا اللي بيحقق لك اللي انت عايزه. فخليك على صلة كاملة بالله. واحد هيقول لي مثلا انا ببقى عايز اعمل مشروع لكن مش عارفه ابدا منين. يا سيدي انت ابدا، حط اساسياته، اعرف معلومات عنه، كون كل حاجة عنه. الحاجة اللي انت ما انتش عارفة عنها تعلمي فيها. تربية الولاد ابدأي تعلمي، ابدأي افتحي كتب واقري شوفي. والله والله هتلاقي ربنا بيفتح لك كل الابواب، وتلاقي حتى لو فكرة جت في عقل واحدة صاحبتك وقالتها لك، او عقل واحد صاحبك وقالها لك، ده جند من جنود ربنا، جند من جنود ربنا. هو ألقاها في عقله أو في دماغه عشان يجي ويقولها لك عشان تحقق اللي انت عايزه، ويبقى باب بتبدأ بيه وتدخل بيه وهيساعدك في تحقيق هدفك. اليقين، تاخد باليقين وتاخد بالأسباب وتفكر في الفكرة كتير، عينيك على الهدف، لكن الطريقة دي مش بتاعتك، بتاعت ربنا. هنا أنا هكون توكلت على الله حق توكله، زي الحديث اللي بيقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. هي بتاخد بالأسباب ومن جواها على يقين كامل ان ربنا هيحقق لها ده، وطالعه وهي في دماغها وكل اللي بتفكر فيه هو الأكل. بالظبط كده،
هي دي النية، وبنطبق عليها 3 خطوات عشان نرويها، وبناخد توكلنا على الله حق توكله. وبكده أكون أنهيت معاكم حلقة النهاردة عن التوكل على الله. بإذن الله من النهاردة هيكون في معانا كنز الكنوز اللي هو اليقين بالله والتوكل على الله حق توكله. خليكم معايا الحلقة الجاية، هنتكلم فيها عن الإدراك، ويعني ايه 50% من التغيير بتاعنا مرتبط بالإدراك، ويعني ايه إدراك سلبي وإدراك إيجابي، وايه تأثيرهم الاتنين في حياتنا، وايه هم القوتين الأساسيتين اللي بيأثروا علينا في حياتنا. خليك دايما عايش حياتك بحلم بهدف، وخلي ليك شعار في الحياة. أنا شعاري في الحياة حلم على أرض الواقع. نهى موسى. منتظراكم الحلقة الجاية، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان نتابع مع بعض كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا خلقنا لغاية، لازم نوصل للنهاية ونرفع بإيدنا الراية، راية الدين الأغر. ربنا خلقنا لغاية، لازم نوصل للنهاية ونرفع بإيدنا